حماتي ست محرومة قوي. ما قدرتش أسيبها كده. صعبت عليا قوي بجد. وأي حد مكاني كان شاف حالتها واللي قالته ليا في الآخر ما كانش هيقدر يسيبها أبدا. هحكي لكم الحكاية من الأول. أنا اسمي مروة وعندي 24 سنة. طول عمري عايشة في مجتمع محافظ شوية. ماليش خلطة كنت بالولاد خالص. يعني مدرسة بنات طول عمري وأنا أساساً خريجة أزهر، فبرضه الجامعة ما كانش فيه أي اختلاط خالص مع الولاد. وأنا منقبة من وأنا عندي 14 سنة. وبالنسبة للبيت فإحنا البيت عندنا 4 أدوار. الدور الأرضي ده مكان تجمع البيت كله. الدور الأول ده مبيت الولاد وأوضهم، والدور التاني مبيت البنات وأوضهم. الدور التالت مبيت ماما. الدور الرابع والأخير ومرات بابا. إحنا بنات مش بننزل آخرنا الدور التاني نتجمع مع بعض. لكن حتى أخواتي ما كنتش أتجمع بيهم. وده من طفولتنا. هو ده نظام بيتنا. وطبعا ما كناش نشتري حاجة. كله البيع والشراء بيبقى تخصص الرجالة. ولو في حاجة خاصة بالبنات بنشتريها من أماكن معينة ومن ستات. فتقريبا كده حياتي ما كانش فيها رجالة خالص. وعلى فكرة أنا ممسكتش تليفون خالص. والتلفزيون على البرامج الدينية والقرآن الكريم ده لو اتفتح أصلا. أعتقد فهمتوا شكل حياتي كان إزاي. وعايزة أقول لكم حاجة أخيرة. البيت عندنا كان البنت بتوصل 21 سنة بتتخطب. والخطوبة بتكون عن طريق رؤية مرة واحدة شرعية. وبعدين ما بيبقاش فيه مقابلات غير كل حين وحين. وفي شخص محرم قاعد معانا. وطبعا بكامل اللبس اللي بتخرج بيه. وبيتكتب الكتاب. وطبعا البنت مننا ما بيكونش ليها رأي. لأن ببساطة هي مش فاهمة ليها رأي في إيه بالظبط. فهي أي حاجة. فلما بتتسأل بتوافق. على فرحتهم. مش أكتر. أنا اتقدم لي محروس بالطريقة دي. وطبعا اتجوزت وطلعت من بيتي على بيته. وأنا معرفوش ومعرفش مين الراجل ولا أنا المفروض أعمل إيه. اتقال لي كلام كتير قبل فرحي من مرات أبويا ومن أمي. بس كله كان عكس تماما اللي اتربيت عليه. وطبعا كنت ببقى مخضوضة من اللي بيتقال. لحد ما زهقوا مني وقالوا دي عبيطة. وأمي قالت لهم يعني مين كانت فاهمة قبل الجواز. العريس هيفهمها كل حاجة. واتجوزت وأنا الموضوع بالنسبة لي ألغاز. سمعت كلام أمي وأول ما دخلنا شقتنا سألت على مكان الحمام. وجريت جبت مية وملح وطشت وقعدت عند رجليه. وجاي أقلعه الجزمة. هو استغرب وقال لي لا مش هتغسلي رجليا. قلت له لا أمي قالت لي لازم أغسل رجليك. قعد يضحك وقال أمك قالت لك إيه تاني طيب. قلت له مش عارفة ما فهمتش حاجة منها. بس اللي عرفه إني لازم أسمع كلامك. الراجل ده خدني في حضنه بهدوء قوي. وقال لي بصوت دافي قوي. انتي مراتي دلوقتي وأنا مش مشتريكي عبد عندي. وابتدت رحلة مختلفة جدا. شفت فيها راجل غير أبويا خالص وغير أخواتي خالص. مع إنه ملتزم بس كنت بحسه إنه فاهم وواعي أكتر من اللي اتعاملت معاهم. وكان حنين قوي. وبيتغزل فيا وطيب طيبة ملهاش حدود. وده خلاني أحس بالراحة. وأحس إنه الراجل مش بالصورة الوحشة اللي كنت متخيلها. وربنا رزقني منه ب3 أطفال. وكنا مستقرين في المدينة اللي كان بيشتغل فيها. بس الظروف خلتنا مضطرين نرجع للمدينة اللي فيها أهله. وهنا تبتدي حكايتي مع حماتي. الست دي اتجوزت وهي عندها 16 سنة. أول مرة قابلتها كان عندها 46 سنة. هي إنسانة حلوة جدا كشكل وكروح. تحس بالراحة ليها أول ما تشوفها. بس أول ما وصلت البيت أبوه اتصدمت. لأن الحياة مختلفة تماما عن بيت أبويا. الستات مراتات إخواته قاعدين مع الرجالة في صحن البيت عادي. والستات لابسة عبايات بيت عادية. وأمه لابسة لبس عادي. وكله قاعد براحته مع بعضه. جوزي حس إني اتخضيت أول ما دخلت. فمسك إيدي وقال لي أنتي في بيتي. فضلت قاعدة جنبه طول الوقت مش عايزة أتحرك. لحد ما أمه جات لي وقعدت جنبي. وقالت لي إيه يا بنتي مش ناوية تقلعي الخمار وتقعدي معانا؟ أنا مش زي أمك وأولادي أخواتك. مالك متكتفة ليه؟ معرفتش أرد. بس بصيت لجوزي قال لي اقلعيه الجو حر. اقلعته. وكانت أول مرة في حياتي كلها أعمل كده وفي رجالة قدامي. وبصراحة أنا كنت سعيدة إني بتعامل مع ناس وبشوفهم ويشوفوني. ومش حاسة إن في حد بصلي بصورة تضايق أصلاً.
بالعكس، أبوه كان أب قوي، وكنت حاسة في عينيه نظرة أبوية ما كنتش بشوفها في عين أبويا أنا. اليوم مر وأنا زي عصفور بيبتدي يكتشف الحياة بره القفص اللي كان عايش فيه. أنا أقدر أعترف إني شميت نفسي يوم جوازي، بس لما قابلت أسرته وجيت هنا أنا طلعت بره القفص. وحضن حماتي ده كان حكاية لوحده. الست دي فيها طيبة مش عادية، وأم رهيبة، وأنثى مفيش زيها تاني، بتعرف تكون كل حاجة. على فكرة، رغم إنها حماتي، بس أنا كنت بشوف إنها أحلى ست في البيت حتى جسدياً، وكنت بشوف إن جسمها أجمل جسم شفته في حياتي كلها، وبسيطة كده وروحها حلوة. وفي يوم على غير العادة كنا متجمعين كبنات وشغلوا أغاني، ولقيت حماتي مش قاعدة على الأرض وبتتفرج، لأ، لقيتها هي اللي قايمة ترقص، وتقومنا واحدة ورا واحدة ونرقص معاها. أنا كنت هتجنن، أصلي أنا متعودة إن البيت يكون ليه ست تحكم وتؤمر، والبنات الصغيرة هي اللي ترقص، لكن ست البيت ليها هيبة. فأنا حماتي قامت رقصت، ده كان بالنسبة لي مشهد غريب جدا، وكانت حاسة قوي بجسمها وحركاتها كلها أنوثة. يعني مش رقص واحدة بتسكت البنات وتهز دراعاتها وخلاص، لأ، ده رقصت بجد. أنا كنت مبهورة باللي شايفاه، وطبعا وقعت في صراع بين مين الصح، بيت أبويا ولا بيت جوزي. وده أكتر شيء كان منكد عليا الفترة، لحد ما في يوم كلمت حماتي وحكيت معاها في كل شيء جوايا، وإني خايفة حسب ربايتي إني أكون بعمل حاجة حرام، وما كنتش متوقعة تستوعبني وما تصرخش فيا. هي بهدوء تام ناقشتني، ولا كأنها أستاذة في علوم الدين، وأقنعتني بصراحة. كانت قوية الحجة، وبتتكلم بالأدلة والإثباتات، وكمان قوية المنطق. وبديت أقرب من حماتي شوية بشوية، وعلاقتي بيها تبقى أعمق. وهنا اكتشفت مصيبة حرفياً، حماتي الست المنطلقة اللي منورة البيت ده محرومة. وده اللي ما كنتش قادرة استوعبه أبداً. أيوة، حماتي محرومة. وتخيلوا إن ست عندها كل حاجة، لكن للأسف ما تقدرش تعمل حاجة غير إنها تتفرج وبس. طبعاً انتوا عايزين تعرفوا محرومة إزاي ومن إيه؟ حماتي محرومة من الأكل من أكتر من 5 سنين. الست دي كشفت بسبب ألم في المعدة، والدكتور قال لها إنها عندها قرحة شديدة في المعدة، واداها علاج، وطلب منها تاكل بس شوربة وحاجات مسلوقة، وتبعد تماماً عن الأكل اللي فيه سمن بلدي أو مسبك أو أي أكل ليه طعم أصلاً، وتفضل على شوربة الفراخ. حماتي في بداية الرحلة جربت تاخد الدواء، بس الحقن والأدوية كانت صعبة جدا وتعبتها جدا، أكتر من ألم المعدة اللي كان عندها، وعلشان كده قررت توقف الدواء. وفي نفس الوقت خافت ترجع تاكل، فقررت تتحرم من كل حاجة وما تاكلش أي حاجة. أنا الست دي حبيتها بجد، وما كنتش متحملة من ساعة ما عرفت إني أشوفها كده. واللي يشوف قلبها وحنيتها مستحيل يقدر يتحمل يشوف الست الطيبة دي متعذبة. فأنا قلت في نفسي لازم يكون في حل، وأصريت إني أخدها معايا ونروح أنا وهي وجوزي لدكتورة تكشف عليها تاني. طبعا ده بعد خناق طويل، والبيت كله كان بيلح عليها، وحتى أبو جوزي، وهي رافضة تماما ومرعوبة. بس قدرنا عليها وخدناها. نكتشف إن القرحة اتعالجت من بدري، وإنها ما عندهاش حاليا أي حاجة خالص، وإن ينفع تاكل عادي جدا، وإن الألم اللي بتحسه بسبب إنها بتاكل بس شوربة، وإن المعدة محتاجة حاجة تهضمها، وإن اللي عملته في نفسها من تعب على مدار السنين دي كان بسبب خوفها وقفلتها على نفسها، وإنها عملت زي النعامة وقررت تدفن راسها في التراب علشان ما تواجهش الخطر، مع إنه العلاج ما خدش معاها شهر. والحمد لله رجعت زي الفل وبتاكل أي حاجة. ولقيتها في يوم بعد ما خفت قالت لي حاجة خلتني مصدومة. قالت لي عارفة يا بنتي، أنا ما كنتش عايزة أتعالج لأن ببساطة كله كان عارف إني تعبانة، ومحدش فكر يلح عليا أتعالج وسابوني، مع إني لو كنت حسيت منهم بس بشوية إصرار وخوف عليا زي اللي عملتيه كنت اتعالجت من بدري. كنت بقول لهم أتعب من الدواء مين يخدمكم، لقيتهم سكتوا، محدش نطق. حسيت إنه العلاج ملوش لازمة يا بنتي، إيه لازمة الجسم السليم والنفس تعبانة؟ بس انتي عالجتيني علشان أصريتي بس إنك توديني، أصريتي تحبيني حتى وأنا يأسانة ومش قادرة أحب نفسي. انتي جيتي غيرتي حياتي يا بنتي. انتوا مش هتتخيلوا علاقتي بحماتي لحد دلوقتي شكلها ازاي، وحبي ليها عامل قد ايه. ولحد هنا خلصت حكاية، بس حكاية القناة لسه بدري عليها وما خلصتش. لو سمعت الحلقة لحد هنا
قول لنا إيه رأيك؟ شايف إن التشدد الزيادة ممكن يوقع البنت ضحية لحد يستغلها بشكل مؤذي ولا لأ؟ وشايف تعامل محروس عمل إزاي معاها إنه احتواها ومرضيش يستغل عدم معرفتها بالرجالة ودورها كست في إنه يقنعها بأي حاجة تحت مسمى إنه من حقه وهي كانت هتصدق؟ مستنية رأيكم واستنوا في حلقات جديدة بإذن الله. أشوفكم على خير يا رب، وما تنسوش تشتركوا في القناة، وطبعا ما تنسوش اللايك.